سلام البنات، أروح نعطيكم هاد الوصفة اللي راكي حيرة واش راح ديري عشا. هاد الوصفة اقتصادية وسهلة غير بالجناحتين تاع الدجاج ديري طبق بزاف هايل وعائلي وتقليدي في نفس الوقت. كيما راح تشوفوا هكا راح ندير معكم الطبق التقليدي التليتلي. نروح نجوزو لطريقة التحضير وكيفاش راح نديروها الطبق تاعنا. في الطريق راه عندي شوية هكا تاع الزيت وشوية تاع الزبدة، خليتهم يذوبوا هكا ومن بعد رميت هذوك الجناحتين يتقلاو لي مليح مليح حتى يتقلاو. ومن بعد كنت هنا سكرفشت حبه تاع البصل الكبيره ومع سنه تاع الثوم، واحد زوج سنات هكاك تاع الثوم، خليتهم ثاني يتقلاو مليح مليح. ومن بعد ثاني ضفت قطعت هنا هكا زروديه كيما راكم تشوفوا مع الحميصه، ثاني ضفت لهم. وثاني الطوماطيش تاع الحب ثاني سكرفشتها وضفت لهم لي سيبيس دوك نكتبهم لكم في صندوق الوصف مع مغرفه تاع الطوماطيش، وخليتهم يتقلاو مليح مليح ومرقتهم وخليتهم يطيبوا بجيه. هنا في المقله عندي ثاني درت شويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده وقليت هذيك التليتلي تاعنا. بعد ما تحمست هذيك التليتلي كنت نرفد هنا في لاصوص ودرت لها هكا في هذيك التليتلي وخليتها تشرب لي مليح مليح. ومن بعد درتها داخل لاصوص وخليتها تتجمر بلا عقل هذا. وديروها في طبق التقديم وزينوها كيما تحبوا. ارثي مليليت سلام.